لم يكن أحد يتوقع أن تتم الصفقة بهذه السرعة ولا بهذا السعر المبالغ فيه. كاميرا الهاتف توثق لحظة واحدة، ولكن خلفها ملايين الريالات وجدل مستعر على السوشيال ميديا. ما الذي دفع مشهورة سناب شات لما فعلته وهز السوشيال ميديا؟ وهل كانت الصفقة حقيقية أم عرضا آخر للفت الأنظار؟ انتشر فيديو على مواقع التواصل كالبرق اللقطة ملكة كابلي مشهورة سناب شات وخبيرة التجميل السعودية تجلس داخل سيارة رولز رويس حديثة وتوقع عقد الشراء. السعر أكثر من 2,000,000 ريال سعودي. تظهر كابلي وهي تتنقل بين أجزاء السيارة الفارهة، تفتح الأبواب، تتفقد التصميم الداخلي، ثم تنظر إلى الكاميرا بابتسامة واثقة وتوقع. ولكن لم تكن السيارة فقط ما أثار الاهتمام، بل الضجة التي تلت المقطع. رواد التواصل لم يتركوا الحدث يمر بهدوء. علق البعض ساخرا: أحد يقنعني أن الذي يطلع ويتكلم كلمتين في السوشيال ميديا ويحضر فعاليات عطور يشتري روز رايز. فيما كتبت أخرى بفضول حقيقي: هي لا تعلن ولكن دائما تصور سفرا ولبسا وفلوسا، علمونا كيف نكسب مثلهم. وفي زاوية أخرى من النقاش رأى البعض أن ما حدث لا يتعدى كونه استعراضا. قال مغرد: بعد 3 شهور ستراها بسيارة عادية جدا، أين ذهبت الروز؟ وأضاف آخر: السيارة أكبر منها، وهذا دليل أن الموضوع كله للشو فقط. ملكة كابلي خبيرة تجميل سعودية، واحدة من أبرز الأسماء في عالم الجمال والموضة في الخليج. ولدت عام 1994 في الرياض، أي تبلغ اليوم قرابة 30 عاما. تنتمي لأسرة سعودية محافظة، وبدأت رحلتها مع التجميل منذ الصغر. من حبها للرسم والزخارف إلى التخصص في التجميل، حصلت على دورات متعددة في معاهد الفنون والتجميل، ونجحت في فرض نفسها كميك اب ارتست متميزة في المنطقة. شهرتها على سناب شات ساعدتها في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة، جعلتها اليوم من أشهر الشخصيات النسائية تأثيرا في السعودية والخليج. بعيدا عن الاتهامات والاستعراض، هناك من يرى أن ما فعلته كابلي مجرد تعبير عن نجاحها وثروتها. فهناك جمهور واسع يتابع تفاصيل حياتها يوميا ويتفاعل مع كل إطلالة لها أو منتج تستخدمه. ووفقا لمقربين من عالم الإعلانات والتسويق، فإن مشهورة بمستوى كابلي قد تكسب شهريا مئات الآلاف من الريالات من عقود الإعلانات والتعاونات والتغطيات. إذا كانت الصفقة حقيقية، فربما السيارة لم تكن سوى هدية شخصية لنفسها بعد أعوام من العمل، أو ربما صفقة دعائية ضخمة غير معلنة. سواء كانت الصفقة حقيقية أم استعراضا مدروسا، فقد نجحت ملكة كابلي فيما يبدو أنه كانت تريده: خطف الأنظار وتحريك السوشيال ميديا. 2,000,000 من الريال في سيارة بالنسبة للبعض مبالغة صادمة، ولكن بالنسبة لعالم المؤثرين ربما هي مجرد تكلفة ضوء.